السلام عليكم يا حبايبي، تعالوا النهارده نعمل مع بعض التونة في البيت ان شاء الله. دول كده 2 تونة وزنهم يعني كيلو 900 جرام. قطعناهم شرايح كده وحطينا عليهم ملح وخل، ربع كوباية خل وملح، وسيبناهم كده في المية يصفوا كل المية الوحشة لحد ما لونها كده يتغير وتبقى نظيفة. وبعد كده نجيب مية نغليها على النار ان شاء الله. واول الميه ما تغلي بيهم غلوتين كده نحط التونه ونغليها غلوتين في الميه دي، وبعد كده نطلعها من الميه نصفيها تاني عشان نرمي الميه بتاعتها الوحشه خالص. وبعد كده نجيب ميه نظيفه نحطها على النار تغلي، نحط فيها كزبره حصى، كمون حصى، ورق لورا، فلفل حصى، عود قرفه، عودين قرنفل، والملح. وبعد كده نحط بصلة يعني مقطعينها 4 تربع، و3 فصوص توم، وقرن فلفل، وكرفس، وليمون. وبعد كده نحط بقى ايه التونة بتاعتنا، تقعد على نار هادية، يعني تاخد لها ساعتين، ساعتين ونص لما تتهري خالص. بصوا لونها جميل وشكلها جميل ازاي. يسعدني يا حبايبي تشتركوا معايا في القناة وتحطوا اللايك حلو زيكم كده. بصوا، ما شاء الله عليها، عملت كمية كبيرة ما شاء الله. جربوها تعجبكم قوي في البيت. هنا ده المحلول بتاعها، عندنا خل وليمون وزيت. حطيها بقى تقعد كده بباب التلاجة شهرين ولا يجرى لها حاجة، بألف هنا يا حبايبي. سلام عليكم.